في لحظة واحدة أقوى راجل في الجيش اتركن وبقى مجرد مساعد للرئيس. ايه اللي حصل بين مبارك وأبو غزالة خلى النهاية تيجي بالشكل الصادم ده؟ المشير أبو غزالة ومبارك كانوا من نفس الجيل تقريبا، الاتنين طالعين من المؤسسة العسكرية، لكن الفرق ان أبو غزالة كان حالة استثنائية بكل المقاييس. راجل متعلم بشكل مرعب، علوم عسكرية، دكتوراه من روسيا ودبلوم من أمريكا محدش قبله أخده. فوق كل ده دماغ إدارية واقتصادية خليته يفكر بشكل مختلف عن أي وزير دفاع قبله. طلع بسرعة جدا في المناصب، من ملحق عسكري في أمريكا لرئيس مخابرات حربية، وبعدها وزير دفاع قبل اغتيال السادات بشهور، وبعدها بسنة بقى مشير. بس مش ده المهم، المهم هو اللي عمله. أبو غزالة كان شايف إن الجيش لازم يبقى عنده استقلال حقيقي، مش بس في القرار لكن كمان في الفلوس. بدأ يدخل الجيش في الإنتاج، مصانع، لحوم، منافذ بيع. فكرة ان الجيش يصرف على نفسه مش على الدولة. وفي نفس الوقت علاقته بأمريكا كانت قوية جدا لدرجة انه قدر يجيب سلاح بشروط وأسعار مميزة. لكن هنا بدأت المشكلة. أبو غزالة ما كانش عايز يعتمد على أمريكا بس، كان عايز قوة حقيقية مستقلة، وده خلاه يدخل في مشروع تطوير صواريخ باليستية مع العراق والأرجنتين. المشروع ده كان محتاج مادة معينة اسمها الكربون الأسود، مادة حساسة جدا وممنوع تصديرها. هنا حصل أخطر تحرك، تم تهريب 8 طن من المادة دي من أمريكا لمصر بمساعدة عالم مصري هناك. لكن المخابرات الأمريكية كشفت الموضوع واتقبض على العالم واتحكم عليه حكم تقيل جدا. وفجأة أبو غزالة بقى عبء. أمريكا اللي كانت بتدعمه بقت شايفاه خطر، والملف كله وصل لمبارك اللي على ما يبدو ما كانش عارف التفاصيل دي من الأول. وفي زيارة لمبارك لأمريكا حصلت جملة غريبة جدا. لما اتسأل عن أبو غزالة رد مبارك إنه راجلهم، لكن الرد من أمريكا كان صادم: لأ، ما بقاش بتاعنا. بعدها مباشرة القرار صدر، استدعاء للمشير بس بالملابس المدنية وبدون مقدمات، يتفاجئ إنه بقى مساعد للرئيس، وتاني يوم اتشال رسميا من وزارة الدفاع. هنا بقى ظهرت كل التفسيرات. ناس قالت مبارك خاف منه وشعبيته في الجيش كانت ضخمة وكان ممكن في أي لحظة يبقى بديل ليه، وناس قالت القرار كان استجابة لضغط أمريكي مباشر بعد أزمة الصواريخ، وفي روايات تانية بتقول ده كان نوع من الحماية ليه مش إقصاء. لكن الحقيقة الأوضح إن الخط اللي أبو غزالة قرب منه كان خط دولي تقيل جدا ومش مسموح يتعدى. بعدها بدأت حملة تشويه، قصص علاقات واسم اتربط بقضايا وحكايات كتير اتقالت، لكن في المقابل في شهادات بتقول إن كل ده كان ملف متفبرك لتكسير صورته. الغريب بقى إن الراجل نفسه ما تكلمش ولا دافع عن نفسه ولا كشف أسرار ولا رد على أي اتهام، ساب كل حاجة للتاريخ. وبرغم ان فرص الانقلاب كانت قدامه اكتر من مرة خاصة في احداث الامن المركزي، الا انه رفض. كان دايما بيقول انا ضابط مقاتل ومش هكون سبب انقلاب في بلدي. وفي النهاية خرج في صمت وعاش باقي حياته بعيد عن المشهد لحد ما رحل سنة 2008، وساب السؤال مفتوح لحد النهاردة: هل اتشال لانه كان خطر على النظام، ولا لانه لمس مشروع اكبر من المسموح، ولا لانه ببساطة كان سابق عصره؟